السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا وقبل ما نقول اي حاجة ما تنسوش تحطوا لايك، ولو لسه جديدة في قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها على طول ان شاء الله. هنعمل بقى مع بعض النهاردة الفطير اللي هو بتاع احمد امين بتاع المنصورة. تمام. اول حاجة معانا الوقت المهلبية او القشطة الكدابة، معانا 2 كوبايتين لبن، معلقتين سكر، 3 معالق كبار نشا، رشة فانيليا. هنقلب كله كده على البارد، بعد كده نحطه على النار، وبعد ما يتقل بقى نطفي عليه ونحطه في التلاجة. معايا بقى لفة جلاش وهنعملها مع بعض دلوقتي. جبت بقى كده ورقة فردتها وهدهنها كده بالزيت، ممكن تدهنه برضو بالسمنة عادي، مفيش اي مشكلة، زيت او سمنة عادي. هدهن بقى كده الورقة كلها زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هجيب ورقة تانية احطها عليها وبرضو هدهنها. لازم ندهن كل ورقة علشان يبقى مورق معانا الفطير ويبقى حلو. هندهن كده اهو زي ما انتم شايفين. بعد بقى ما دهنتها كلها هجيب بقى نص ورقة واطبقها زي ما انتم شايفين كده طبقتين، واقوم حطاها وبرضو هدهنها اهو، ودهنتها من فوق ومن جوه عشان لما نيجي نحط المهلبية ما تتفتحش، ما الفطير ما يتفتحش مننا. المهلبية دي طبعا انا بردتها خالص وكمان لو انت مستعجلة ممكن تحطها في التلاجة شوية علشان تبرد اكتر، عشان لازم تكون باردة. هي اما بتبرد بتمسك كده. هحط بقى المهلبية كده وقفلت عليها من الجنبين، وهدهنها زبدة سمنة او زيت زي ما انتم شايفين كده، واقوم رايحة مطبقاها اهي. شايفين خلصت معانا؟ شايفين شكلها حلو ازاي؟ جبت برضو ورقة تانية وهدهنها برضو بالزيت زي ما عملنا مع الاولانية بالظبط اهو زي ما انتم شايفين. هحط برضو ورقة تانية هظبطها كده وبرضو هحط عليها زيت. ارش عليها كده الاول وبعد كده ادهن. بعد كده بقى هجيب نص الجلاشة اللي احنا قلنا عليها وبرضو هحطها اهي زي ما انتم شايفين كده. هدهنها برضو كده من جوه ومن فوق كمان عشان يطلع الفطير معانا مورق زي ما انتم شايفين كده اهو. وهجيب بقى مهلبية واحط كده على قطعة الجلاش اللي احنا عملناها. هقفل بقى من الجنب كده ومن الجنب التاني كمان. بعد ما قفلت الجنبين هظبط بقى كده وادهن زيت اهو. بعد ما دهنت بقى الزيت اهوت هعملها بقى مربعة كده اهي زي ما انتم شايفين كده. تاني واحدة خلصت معانا. هعمل معاكم اخر واحدة. حطيت برضو اهي جلاشية واحدة يعني، وهدهنها برضو وهرجع تاني احط طبقة تانية من الجلاش وهدهنها برضو زي ما عملت كده في الاول. هظبطها كده الاول اهو، وبعد كده احط عليها بقى ادهنها بالزيت زي ما انتم شايفين كده اهو. هجيب بقى القطعة النص الجلاشة اللي احنا قلنا عليها واحطها برضو في النص كده. هدهنها برضو من جوه زي ما قلنا ومن فوق
اهو زي ما انتم شايفين. بعد بقى كده هجيب شوية حتة مهلبية كده واحطها حوالي 3 معالق كده. اهو شايفين بترقص ازاي. هقفلها برضو من الجنوب كده، الجنب ده والجنب التاني كمان. اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هدهنها برضو بالزيت او سمنة زي ما قلنا عادي يعني. هدهنها كده كويس. وبعد كده آه، اتنيهم كده، اتني الجوانب دي كده والتانية كمان اهو. ظبطها الاول اهو زي ما انتم شايفين كده. وهقلبها بقى، هدخلهم بقى الفرن واطلعهم زي ما انتم شايفين اهو. شايفين بقى بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله حلو جدا. دول بقى كمان 3 كنت عملتهم انا بعد ما بس ما صورتهمش يعني. واحط عليهم كده الشربات. الشربات طبعا الكل عارف الشربات بيتعمل ازاي، مية وسكر وليمون بس. كل ده على النار بقى لحد ما تسيبيه بقى يتقل. هرش بقى شوية سكر بودرة كده. بص السكر البودرة بقى بيخليه جمدان بجد يعني. زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين جماله. لو عجبكم بقى اكتبولي في الكومنتات. شايفين بقى الفطيرة ما شاء الله عاملة ازاي. طبعا هي كانت سخنة جدا، بس انا قلت بقى ايه ان انا اوريها لكم. دي الفطيرة دي هي المهلبية تحت لاني انا قلبتها. المفروض كنت افتحها من فوق بس انا ايه فتحتها من تحت وكنت ناسية جدا يعني بصراحة. عشان كده طلعت المهلبية تحت كده. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا. مع السلامة، باي.